السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في بعض البنات، طبعا مش كل الناس بتعمل كده، تشترط إنه يكون العريس عنده شقة تمليك. وفعلا جبت لها واحد عنده شقة تمليك، بس للأسف بقى، للأسف بالنسبة ليها هي مش بالنسبة لي أنا، إن والدته برضو شقتها في نفس العمارة بس تحت. يعني مثلا الأم في الدور التاني، والولد مثلا في الخامس أو السادس، والعمارة طبعا فيها أسانسير وفيها سلم. تخيلوا، العروسة رفضته وقالت يعني ايه يعني أمه تبقى في نفس العمارة؟ يعني ايه؟ يعني أنا كل بقى ما أطلع ألاقيها بقى قبل أنا ما أطلع أشوفها يعني، ولا أعمل أنا ايه؟ طب هل هي أمه قاعدة على السلم مستنياك لما انت تطلعي عشان تشوفيها؟ يا ستي انت عايزة تروحي روحي، مش عايزة تروحي بالسلام. بناقص واحدة، بناقص. وتأكدي ان من خرج من القلب وصل الى القلب. لو انت بتعزيها اكيد هي هتحس بكده، والمحبة دي بتاع ربنا. ولو انت بتكرهيها للدرجة دي، لو انك ما شفتيهاش ولا عرفتيهاش ولا حتى شفتي العريس ولا تعرفي عنه اي حاجة، مجرد بيانات ان هو عنده شقة تمليك في نفس العمارة اللي والدته قاعدة فيها، طبعا هو عايش مع امه، فلقيوا العمارة فيها كم شقة فاضية، فراح حجز شقة فيها. مش كتر خيره ان هو قدر يحجز شقة. طبعا ما فيش شاب في الدنيا دي او في الوقت ده او في الزمن ده يقدر يحجز شقة ولا حتى اوضة في الشقة، لولا امه اللي هي بتتنك عليها ومش عايزة العريس علشان امه ليها شقة في نفس العمارة. امه هي السبب انها اشترت له الشقة، امه هي اللي حجزت له الشقة اللي انت بتتنكي عليها دلوقتي. مصيرك يا مرة الابن تبقي حما، انت اتنكتي عليه ورفضتيه من قبل ما تشوفيه. والبطران يقع في القطران. واصبري وبكرة تشوفي، وبكرة تشوفي كلامي هيقع ولا لا. وساعتها تفتكري وتقولي الحاجة نورة قالت لي البطران يقع في القطران. اشربي اشبعي من التناكة اللي بتتنكيها على عباد ربنا. الشقة تمليك دلوقتي في الزمن ده بتعدي 3 مليون جنيه. احمدوا ربنا، احمدوا ربنا على اي نعمة ربنا رزقها لكم. احمدوا ربنا على كل نعمه. احمدوا ربنا على الصحة والستر. احمدي ربنا ان ربنا رزقك بزوج صالح. احمدي ربنا ان ربنا رزقك بذرية صالحة. احمدي ربنا على الستر والصحة والعافية. احمدي ربنا على الرضا. نعمة الرضا نعمة كبيرة قوي. احمدي ربنا انك مش من النوع اللي بيبص لفلانة وعلانة. احمدي ربنا على كل نعم. لا اله الا الله. يا رب اهديهم واصلح حالهم، يا رب اهديهم. يعني مثلا بعد هتكلم عن نفسي علشان محدش يقول ده بتتكلم عليا. يعني انا مثلا بعد ما ما اربي ابني واعلمه وادفع مبلغ وقدره في قيمة شقة،
وتيجي واحدة علشان تتجوزه، تقول له لا انا ما اخدش ما عيش معاك علشان انت وامك في نفس العمارة. ده كلام، ده كلام. في نفس العمارة يعني مش في بيت واحد. يعني هي مش عايشة مع حماتها، مش هتعيش معاها. لا، ده مجرد بس ان هي هتعدي على الدور اللي حماتها فيه، لحسن وهي طالعة مثلا على السلم تشوف حماتها، اصلها عفريت هيخوفها. الله يجيلك عفريت يعفرتك يا بعيدة. يلا بقى الله يسهل لهم، بلاش نجيب سيرة الناس. استغفرك يا ربي واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.